أول رد رسمي للحكومة المغربية على الأحداث اللي وقعات في السمار. هذا الفيديو هذا خطير بزاف، كلشي بارطاجي ويجلس يسمع حتى الاخر باش تفهم شنو واقع. وعلاش كنقول لك بان هذا الفيديو هذا خطير بزاف؟ كلشي كان كيتسنى هذا الرد. علاش المغرب ما جاوبش دغيا؟ علاش ما قال لنا شنو واقع؟ كلشي ها اللي كيشرق، ها اللي كيغرب، كلشي خرج بيانات. عصابة البوليزاريو خرجت البيان ديالها والمغرب ما دار والو. حتى البارح الأسد المغربي عمر هلال كيخرج بالتصريح ديالو في الأمم المتحدة، حيت حنا عندنا ديك السياسة ديال غاب المهل كيتكال بودنجال. كتعرفوا هذا المثل المغربي الشهير اللي كيعني بأن أي حاجة تبغي ديرها خاصك تصبر وديرها غير بالتاويل باش توصل للهدف ديالك. وهذا الشيء هذا اللي كيدير المغرب، دبلوماسية حكيمة. هذا الشيء اللي معروف بها المغرب، عكس بعض الحكومات اللي راكم عارفين كتهدر ما عارفه شنو واقع. مع كتوقع شي حاجه عندها كتخرج ببيان. حنا ما كنخرجوا ببيان تا كيبان لينا شنو واقع ونديروا التحريات ديالنا ونشوفوا الادله ونشوفوا مسرح الجريمه ونقلبوا مزيان، عاد نخرجوا بواحد البيان. وهذا الشيء هذا اللي دار الاسد المغربي عمر هلال، وضرب فين؟ في الامم المتحده، وجبد ليا بزاف ديال العناصر اللي دارت هاد العملية الإرهابية هذه، وسماها عملية إرهابية. علاش؟ حيت هذا هو مربط الفرس. هنا منين غادي يشد المغرب عصابة البوليزاريو، دوك الناس اللي معاهم واللي مع هادوك اللي معاهم. السيد عمر هلال فاش جا كيهضر كالعادة واثق من راسو، مشى جبد ليهم عبر الساتيليت وراهم البلايص اللي وقع فيهم هاد الأحداث هادو. بين لهم بعدا القيمة الوطنية ديال السمارة، وشنو دارت السمارة في أيام التحرير ديال الصحراء المغربية والنضال ديالها، وبأنها جزء لا يتجزأ من الصحراء المغربية. وعاد داز ليهم باش يوريهم هاد البلايص هادو اللي ضربوا بالساتيليت. ها نتوما، ها المنطقة الأولى، هما 4 ديال المناطق. وهذا الشيء هذا اللي قال تقريبا نفس التحليل اللي عطيتكم فاش يلا وقعت الواقعة. درت لكم واحد التحليل وقلت لكم ها شنو وقع، ها شنو وقع، ها شنو وقع، تقريبا نفس السياق مع السيد عمر هلال. وراهم دوك البلايص 4 ديال المواقع. وخاصنا نقول لك علاش كنأكد لك على 4 المواقع، حيت غادي نرجعوا للفرضية اللي قلت لكم قبل. هاد 4 المواقع ما فيها حتى شي منشأة عسكرية ولا منشأة حكومية، كلها يا إما منطقة صناعية يا إما منطقة سكنية، يعني مدنيين ما عندهم حتى شي علاقة بهاد القضية هادي اللي كنهضروا عليها. بالعكس، هاد الناس صحراويين وانت كتقول بأنك كتناضل من أجل القضية الصحراوية، وفي الآخر تهاجم صحراويين. ما علينا. فاش وراهم هادشي هذا بين ليهم بأن هاد القضية هادي عمل إرهابي. منين كتستهدف مدنيين يعني هذا عمل إرهابي. شكون اللي وراء هادشي هذا؟ حنا ما كنزربوش، حنا كما قلنا غاب المهل كيتقال بونجال. يعني شنو كنديرو؟ كنمشيو نشوفو البلايص اللي وقع فيهم هادشي هذا، نديو المينورسو يديروا التقريرات ديالهم، نشوفو شنو واقع، منين جاو هادشي هذا، فين الا كانت صواريخ، منين جات هاد الصواريخ. دابا السلطات كدير التحقيقات ديالها ومازال ما سالاوش. ولكن هادشي كامل كيدينا لبلاصه وحده. هاد الخيوط كاملين ديال هاد الاحداث هادو كيديونا لناس وحدين وهما البوليزاريو. وشكون اللي خلانا نقولوا هادشي هذا؟ اولا البوليزاريو خرجت ببيان. ثانيا الصواريخ ولا دوك القنابل اللي داروا تما، ما تنساش بانك راه ماشي صافي غير لحتيهم راه صافي سالا هادشي هذا. وما كنمشيو كنشوفوا شنو هما منين جاو، شنو الاصل ديالهم. وهنا هو مربط الفرس. علاش؟ حيت فاش كنشوفوا لوريجين ديال هاد السلاح هذا باش تضرب، شنو كنشوفوا؟
ها حنا قلنا البوليزاريو، راه ما بقاش في بوليزاريو، ولكن شكون اللي عطاه هاد الشيء هذا للبوليزاريو؟ وهنا فين كتجي الجزائر ولا ايران ولا شي دوله واحده اخرى. وانا قلت لكم الجزائر ديك المره. علاش؟ حيت الجزائر دارت الدليل على راسها. حيت قلت لكم شحال هادي البوليزاريو فاش كانوا كيبغيو يهجموا، كيهجموا غير بصاروخ واحد، كان عندهم واحد البيكوب، واحد الصاروخ، وباش يوصلوا للمنطقه العازله وداك المدى ديالها قصير، يعني ما كيبقى والو. هاد المره هادي الجزائر سلحات البوليزاريو وعطاتها واحد المنظومه اللي عندها 4 ديال الصواريخ. واخا ما كنهضروش على شي صواريخ، ولكن هي اللي عطاتها هاد 4 الصواريخ. ودرت لكم الفيديو اللي كيوثق بان عصابه البوليزاريو كتوثق واحد الهجوم زعما بهذوك 4 ديال الصواريخ اللي عطاتهم ليهم الجزائر. مازال هادشي هذا ماشي رسمي، هذا التحليل ديالي، ولكن السيد عمر هلال قال لك حتى هو غادي نشوفوا لوريجين ديال هادو باش نعرفوا البوليزاريو الا كانت هي، وراه كاع الخيوط كتدي ليها وكتاكد بانها جماعه ارهابيه قدام الدول كاملين. احنا كنشهدوا عليهم الناس، دابا اللي درنا هما كنشهدوا عليهم الناس، حيت الدبلوماسيه المغربيه حكيمه، ما كتجيش وتهضر كما قلت لكم. واخا بقاو الناس كيهضروا قال لهم بلاتي واحد شويه في الامم المتحده نفرقعوا هاد الرمانه هادي ونشهدوا عليهم عباد الله ونوريو هذيك الساعات شنو واقع بالضبط. وهنا غادي يولي عندنا الحق في الرد، وهذه هي اهم حاجه اللي كنقول لكم بانها خطيره جدا. علاش؟ حيت دابا فاش غادي تولي القضيه هجوم ارهابي وكيستهدف مدنيين، حنا هنا كنلجؤوا للامم المتحده وفي نفس الوقت عندنا حق الرد. وهنا فين غادي تاكل العصا مزيان عصابه البوليزاريو وهادوك اللي مورا عصابه البوليزاريو. حيت فاش غادي نشوفوا هاد الصواريخ هادو شنو المصدر ديالهم، غادي تفرش القضيه وغادي يبان شكون اللي كيمول هاد العصابه هادي، وشكون اللي ديما كيتخبى ويقول لك لا انا ماشي ما نجلسش معكم في الطاوله المستديره، لا جلسوا غير نتوما، انا ما عندي حتى شي حاجه، ولكن كيدعم بفلوس الغاز والبترول ويمشي يهضر في الامم المتحده. وفاش يقول لي يلا دوز اصاحبي دوز هضر يلا جلس معنا، لا 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 انا خاطيني، انا غا كنشوف انا ما عندي حتى شي حاجه في هذه القضيه هذه، ولكن نمول في الخفاء ونمشي نعطيهم باش يضربوا. وفاش غادي يبان المصدر ديال هاد الصواريخ، هنا فين تفرش القضيه وغادي يبان العنصر الثاني، وهنا غادي نشوفوا الرد ديال المغرب. وراه قال السيد عمر هلال بان الرد غادي يكون قاسي، حيت الدم ديال الشاب اللي مات ما غاديش يدوز غير هكاك عند المغاربه وعند المغرب وعند الحكومه المغربيه وعند جلاله الملك. حنا ما كنفرطوش في ولادنا. باش شاب في مقتبل العمر يجي ما ساكنش حتى في المغرب، يجي يلاه جاي باش يكون حياة جديدة، باش غادي يتزوج مع يجي مع تدمر ليه حياته كاملة، المغرب ما عمرو ما يسمح لك في هذه القضية هذه. والرد غادي يكون قاسي قاسي جدا. وهادشي علاش كنقول لكم الامر خطير، حيت من بعد شنو من بعد هاد الاحداث ما بقاتش شكون اللي دارها وشكون اللي ما دارهاش وكيفاش. حيت المغرب قلت لكم سياسة حكيمة، كيعرف كيفاش يرد. يعني ما غاديش نجي ونرد علاش بقى ساكت المغرب، علاش فينا هما شنو داروا. هي جايه، ولكن جايه دقه دقه. حطيناها دابا في الامم المتحده، احنا كنديروا التحريات ديالنا، نعرفوا منين جاي المصدر، شكون اللي مول عصابه البوليزاريو. هي خرجت البيان ديالها وقالت هي اللي دارت هذا الشيء هذا. ماشي هذا هو مربط الفرس. حنا خاصنا نعرفوا منين جا هذا الشيء هذا، شكون هي الدوله اللي كتدعم بالغاز والبترول واللي ديما كتدعم عصابه البوليزاريو، وفي الاخر ديما كترجع وتقول لا ماشي انا. هنا غادي تبان الحقيقه، وهنا
غادي يبان شكون اللي كيدعمهم بالسلاح وكيدعم جماعة إرهابية، حيت هاد الجماعة الإرهابية استهدفات مدنيين، والمغرب عنده الحق في الرد. إذا خليو لينا الرأي ديالكم، ما تنساوش البارطاج البارطاج البارطاج، ونتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.